الاندومي الكوري يتسبب في وفاة مراهق، تفاصيل صادمة وبداية القصة. أثارت مستخدمة لتطبيق تيك توك حالة من الجدل والغموض ومخاوف لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تنهار من البكاء على شقيقها الذي توفي بشكل مفاجئ عقب تناوله وجبة إندومي، محذرة متابعيها من أكله، والأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة لمحبي الشعرية المقلية. نشرت فتاة على حساب تيك توك تدعي شريهان يوسف مقطع فيديو كانت تبكي بحرقة على شقيقها البالغ من العمر 17 سنة، وقالت: لا أعرف ماذا عسى أن أقول، ليس أقول هذا أخي فقط بل ابني، حبيب قلبي، وكان أقرب لي في كل حاجة، انتقل إلى رحمة الله تعالى، ربي يرحمه ويغفر له. وحذرت الفتاة أولياء الأمور: ردوا بالكم من أولادكم، وقالت: أتمنى ألا يحدث هذا مجددا. ردت الفتاة أخت الضحية على رواد السوشيال ميديا المشككين في الموضوع، وذلك من خلال مقطع فيديو قائلة: كل الأشخاص الذين يقولون أن أندومي ليس السبب في وفاته، والأشخاص الذين يقولون أنا لدي شركة منافسة مع إندومي وأنني أحاول منع الناس من تناوله، هذا كله غلط. وواجهت الفتاة انتقادات من محبين أندومي بعد نشرها الفيديو طلبت به تجنب أكله، وقالت الفتاة: خلاص أنا فقط حذرتكم، ولا أريد أن تحدث مأساة أخرى كما حصل مع أخي، وأنا لا أمتنع أحد من تجنب أكله، فقط هذا مجرد تحذير، ولا أريد أي أم أو عائلة أن تفقد أحد أبنائها كما حصل لنا. وقالت الفتاة: قاطعوا كل المنتجات المتعلقة بإندومي أخي من الحالات النادرة، وكل دولة عربية لديها حالات كثيرة من فشل الكلوي الذين يموتون في ثانية. وإذا تناولت إندومي وحصل لك شيء في الكبد سيكون السبب هو إندومي الحر. أضرار تناول الإندومي وفقا لما ورد في موقع كوكينغ. حذر الأطباء من حول العالم من الأضرار السلبية لتناول الإندومي والمواد الحافظة لهذه المنتجات، والتي تسبب صعوبة في الهضم وأضرار على الكبد. يحتوي الإندومي على المواد الحافظة TBHQ، وهي مضادات أكسدة اصطناعية تستخدم لمنع الزيوت الموجودة في النودلز من أن تصبح تالفة. وكشفت دراسة دليلاً على أن استهلاك TBHQ قد يكون له تأثير مضاد للسرطان يرجع جزئياً إلى وظيفته كمضاد للأكسدة. أمراض خطيرة يمكن أن تسببها كثرة تناول الأندومي بعيداً عن ارتفاع مستويات الصوديوم والدهون المشبعة التي تسببها تناول الأندومي، إلا أنها يمكن أن تتسبب في رفع فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب. كما تحتوي التوابل الموجودة في الأندومي، والتي تعطيها النكهة، تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، والتي وفقاً لجمعية القلب الأمريكية يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية.